ممكن يصير لما تلعب بهرمونات جسمك وهو لسه بطور التكوين. اول شي ممكن تأثر على صفائح النمو عندك، هاي الغضاريف يلي بنهاية العظم واللي مسؤولة عن زيادة طولك. فانت اذا اخذت هرمونات بعمر مبكر ممكن هاي الصفائح تتصلب وتسكر قبل اوانها، وهذا بيعني انه ممكن توقف عن النمو بالطول وما رح توصل لطولك الجيني الكامل. فانت تخيل معي، هل بتستاهل هاي الزيادة السريعة بالعضلات انك تضحي بطولك وبصحتك لبقية حياتك؟ وتاني شي رح تسبب تثبيط لانتاج الهرمونات الطبيعية بجسمك. جسمك ذكي جدا، وانا هي قايلة مليون مرة، انت لما تعطيه هرمونات من برا رح يفهم جسمك انه ما عاد في داعي ينتجها هو، وهذا بيؤدي لتثبيط انتاج التستوستيرون الطبيعي بشكل كامل او جزئي. وممكن يكون هالتثبيط دائم، يعني بعد ما تخلص الكورس جسمك ممكن يضل مو قادر يبني التستوستيرون بشكل طبيعي، مو قادر ينتج تستوستيرون بشكل طبيعي. وهذا شو بيخليك تعاني؟ بيخليك تعاني من مشاكل نفسية كبيرة ومشاكل صحية مثل الخمول، مثل قلة الطاقة، ضعف الرغبة، وممكن توصل للعقم المؤقت. وممكن تضطر تاخذ هرمونات لبقية حياتك مشان تحافظ على مستويات هرمونات طبيعية بجسمك.